السلام عليكم، صحة رمضانكم. اليوم جبتكم واحد الماسك فريمون قناع للوجه غني بالفيتامين سي. كاين لي ماسك يتباعوا بفيتامين سي غاليين، بصح نخدموهم في الدار بمكونين فقط. تخدميهم في الدار وفريمون تلقاي النتيجة، يعني تجعل وجهك منير وعنده إضاءة. أنا عندي دي ماسك بصح هذا ما نستغناش عليه. عندك قشور ديال البرتقال، بما أن وقته ديال البرتقال، بروفيتي تاع البرتقال. كي تقشري البرتقال ما ترميش هاد القشور، تقدري تحتفظي بهم في المجمد ولا تخليهم هكاك يوليو يابسين. ونزيد عليهم ملعقة ديال القرنفل، لي كلو جيرانفل، يعني إيزوران نطيف. أنا خدمي قشران تشينا إيقوران أنا إيزوران نطيف. أسنانو القيس الكاس نوامن، نزيد عليهم قيس كاس ديال الماء ونخليهم على النار يغليو لمدة هكا 5 دقايق على نار هادية حتى يطلق جميع هاد الفيتامينات في القشور ديال البرتقال. على بالنا أنا قشور ديال الفاكهة عندها واحد يعني الفيتامينات ما شاء الله. ومن بعد كي يبرد هاد الماء نزيد عليهم ملعقة ديال النشا، ملعقة يعني مايزينا. أسنرنوثاهم جيت من الماكلة من المايزينا إيوا مانية. أما الصنظيف كي يبردوا الماء نزيد عليهم هاد الملعقة ديال النشا ونزيد نعاودهم فوق النار حتى يولينا يعني يغلي هكا بهذه الطريقة، ونطفي عليه ونخليه يبرد. شوفوا كيف خرج لي. وديريه في بلارة معقمة، محكمة الغلق، يحكم لك 4 أيام 5 أيام وماكسيموم. يعني كل ليل ولا الصباح ديريه بداي به وغسلي وجهك وديري لا كريم إدغاتونط ديالك، ولا في الليل غسليه وديريه وخليه 5 دقايق على وجهك ومسحيه وديري لا كريم دو نوي ديالك. البشرة ديالك تولي فريمون مغذية وعندها هاداك كيما تقولوا تبرق. هذه هي. جامي هاد الماسك تشونجيه لا فيريتي تلقاي عليه. أنا واش حاجة درتها يعني عطتني نتيجة إيجابية نبارطاجيها معاكم. وهاد الماسك شحال أنا نخدم يعني مداومة عليه، وقدري تحتفظي بهذيك القشور تاع البرتقال في المجمد. باسكو دوكا كاين البرتقال طول العام، كي تحبي ديري هاد الوصفة اشري برتقالة وحدة وهاد القشور البرتقالة تاكليها وهاد القشور تعتمدي يعني تخليهم لهاد لي ماسك ناتوريل. وزدتكم دوزيام ماسك، هذا الماسك فريمون ما شاء الله ما تستغنيش عليه. تاني مقشر، يعني نخدم بالقهوة. كي طيبي قهوة هذيك القهوة اللي نرميها ما ترميهاش انت، خليها هكاك في حاجة واستغليها. زيدي عليها ملعقة قهوة ديال زيت الزيتون. أنا عندي كمية صغيرة ديال الوجه فقط، تقدري ديريها في يديك، تقدري ديريها يعني في أي مكان. نديرها يعني زدت عليها ملعقة ديال زيت الزيتون ونحركو مليح نطبقوه في منطقة اللي حبينا نديرو الماسك. التقشير ديالنا قشري يعني خاصة في الوجه، كي حبيها كتخرجي ولا ديريه الصباح حتى يجف وانتي مسحيه بلا عقل، مسحيه بلا عقل ب بلو جيل هذاك تاع النيتوايون ولا غسليه فقط بالماء. يخلّي الوجه ديالك مضيء جدًا. وما شاء الله يعني ماسك ناتورال صنع منزلي وبأثمان قليلة. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، يعجبكم هذا التدابير. ما تنسونيش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو وبارطاجيو تعم الفائدة. بعد ما غسلته خرج لي يعني فريمون نحالي كامل هذيك القشرة لا بو مورت الموجودة فوق الجلد. يعني يخرج لا بو ديالك مضيئة وتخرج لك يعني أون ديغرا درتي une crème. واش نقول لكم صحة فطوركم. بقاو على خير.